المراوح آخر سعر ليها عندهم 950 جنيه. تمام. ننقل بقى على الأثاث في قطع كلاسيك شكلها تقيل قوي. اللي من فيلا في مدينة بدر دي؟ أيوه، صالونين واضح إنهم كانوا في مكان واسع لأنهم محتاجين مساحة كبيرة، بيقولوا حوالي 5 في 5 متر. في 5 في 5 دي مساحة كبيرة فعلا. الصالون الأولاني لونه كده روز جولد أو كشمير زي ما بيقولوا، خشب زان أحمر. زان أحمر دي خامة ممتازة، وقماش كتان بوكيه، وشغل هاند ميد، دهان ورق دهب فرنساوي، ما شاء الله، وصف دقيق. ومعاه ترابيزة برخام جرانيت. الصالون ده كنبتين وكرسيين. وصف جاي من فيلا وشغل هاند ميد والخامات دي كلها، يعني بتوحي مستوى عالي من الجودة والفخامة. بس زي ما قلنا المصدر مش كفاية، لازم المعاينة الدقيقة، خصوصا ورق الذهب والشغل اليدوي ده. وموضوع المساحة ده أهم حاجة، لازم اللي هيشتري يكون عامل حسابه. أكيد. الصالون التاني تكوينته مختلفة شوية، كنبة و4 كراسي. 4 كراسي؟ 2 منهم كابيتوني و2 بوكيه، وبرضه معاه ترابيلة. تمام. طب أسعارهم إيه صالونين دول؟ أي واحد فيهم ب 17,500 جنيه. 17 ونص للصالون الواحد، يعني لو الحالة فعلا ممتازة زي الوصف ممكن يكون سعر كويس مقارنة بالجديد بنفس المستوى ده. بس الواحد لازم يحط في دماغه احتمالية إنه يحتاج يجدد حاجة، القماش يتغير، الخشب يتلمع، الذهب يتظبط، ودي ممكن تزود التكلفة. عندك حق. طيب غير الصالونات كان في مطبخ ألوميتال مقاس 160 سنتر. ده سعره كام؟ ده ب 4500 جنيه، بتاعت السراير زان أحمر. زان أحمر في أوضة أطفال؟ والدهان بني مط، وقشرة بره وجوه، والتسريحة عليها رخام جرانيت. لا، دي خامات قوية بزيادة على أوضة أطفال بصراحة. ده يدي متانة طبعا، بس غريب شوية. هي سعرها 22,500 جنيه، وبيقولوا لو جديدة زيها بنفس الخامات تعدي 30,000. هي الخامات دي تعلي السعر أكيد، بس مقارنة ال30,000 دي يعني محتاجة برضو نتأكد منها في السوق. ممكن يكون كلام بياعين شوية. ممكن. الأوضة التانية شبهها بس الخامات أقل شوية، وسعرها 15,000 جنيه، والاتنين معاهم المولل بتاعتهم. فرق السعر واضح، أكيد فرق الخامات هو السبب الرئيسي. تمام. طيب لو حد مهتم بالمعروضات دي، المكان فين بالظبط؟ هو في المطرية القاهرة، 73 شارع الترولي قدام مسجد التوحيد. ورقم تليفونهم؟ رقمهم 0111 873 9131. تمام. كده يبقى أخدنا فكرة شاملة عن المعروضات اللي في الفيديو ده، يعني تشكيلة متنوعة ما بين أجهزة حالتها كويسة أو جديدة، وأثاث كلاسيك بخامات قوية، وغرف نوم أطفال. بالظبط. والنقطة بقى اللي ممكن نسيبها كده للتفكير في الآخر هي الواحد وهو بيشتري مستعمل، هل الأفضل إنه يدفع مبلغ ممكن ما يكونش قليل قوي، بس في قطعة أثاث كلاسيك مثلا